السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، يا صباح الهنا على حضراتكم، صباح الورد والنشاط، صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. النهاردة يوم التوم العالمي، كل سنة حضراتكم طيبين. كل سنة بنعمل نفس الفيديو في نفس الميعاد. في حاجات حلوة جدا في الفيديو النهاردة لازم نعرفها، وخصوصا ناس كتير جدا تقولك هنفرز الثوم الأحمر ولا الثوم الأبيض. طيب هنعمله تفريز ولا هنعينه ناشف؟ طيب كيفية إن احنا نحتفظ بيه السنة كاملة وهو ناشف ازاي، وخصوصا لو انت يعني عايزة تحتفظي بيه وتحافظي عليه ان هو ما يفرغش منك. والطريقة التانية اللي هي بتاعة التفريزات اللي احنا بنعملها كل سنة، انهي طريقة احلى؟ انهي توم الاحمر ولا الابيض اللي ينفع لكل حالة؟ آه، هقول لكم كل التجارب، كل تجربتي بقالي سنين السنين بعملها ان شاء الله، ماشيه عليها بقالي سنين ما شاء الله، يعني ما بقدرش اغيرها خالص. تعالوا نشوف الفيديو بتاع النهارده، حلو جدا ومفيد جدا، بس عايزه اسرع لكم فيه علشان طبعا الوقت. يلا بينا. تعالوا كده يا شباب نشوف الفرق بين التوم ده. تمام، التومه دي تومه حمراء، طيب والتومه ديت تومه بيضاء. ايه يا لولو الفرق بينهم؟ وانهي واحده تنفع للتفريز؟ دي ما تنفعش تفريز. لا، وتنفع تفريز عادي، الابيض عادي. بصوا تفريز ينفع في اي توم، ينفع في اي توم، بس انا بفضل ده، انا بفضل ده. اعرف ناس كتير جدا بتحب الثوم الابيض، يعني هي بتبقى يعني سبحان الله، يعني ده حلو في التفريزات. لكن حضرتك تعنيه يفضل عندك طول السنه وهو متخزن بتنشفيه، لا ما فضلوش. يا اما هقولك على طريقه حلوه يعني تنقذ الموقف شويه، هقولك عليها. طيب بالنسبه للتومه الحمراء ديت، التومه الحمراء دي يا جماعه دي التومه بتاعه التخزين، اللي انت لو انت عايزه تنشفيها او عايزه تفرزيها تنفع للاتنين، تنفع للاتنين. التومه البيضه دي تنفع للتفريز، بس ما يفضلش ان هي تقعد لاخر السنه لانها بتفرغ بسرعه، بتفرغ بسرعه. طيب لو انا عايزه احتفظ بديه يا لولو بقى طول السنه مش عايزه افرز، حضرتك هتجيبيه وتحطيه، لازم العرش بتاعه ده اهو ينشف تماما، ينشف تماما. حطيه جنب بعضه لغايه ما ينشف، بعد كده هتاخديه وتتاكدي تماما ان هو نشف وتحطيه في الشكاره، شكاره ورق او شكاره بلاستيك عادي جدا، بس اهم حاجه تكوني انت ضامنه ان هو نشف تماما، وتقفلي عليه كويس جدا وما تخليهوش يتعرض لا للهواء ولا الضوء، وبكده هتضمني ان هو يقعد معاكي لاخر الشهور وهو من غير ما يفرغ. طيب التومه دي حلوه في التفريز؟ طبعا حلوه. ليه بقى؟ وسهله كمان في التقشير، لان فص الثوم الاحمر بيبقى كبير، لما تيجي تقشريه ما بتعبكيش جدا في التقشير. وكمان لما تيجي تنشفي، لو انت هتنشفيه يفضل ان انت تجيبي التومه اللي فيها طينه، يعني الحته دي الطينه اهي زي ما انتم شايفين حضراتكم، دي بتحافظ على الثوم من ان هو ما يفرغش معاك. ونفس تفريز تنشيف ده، هو تنشيف ده لو انت حضرتك هتنشفيه وتحطيه لاخر السنه مش هتفرزيه. تمام. طب لو فرزنا يا لولو هنفرز الاثنين عادي جدا ما فيش اي مشكله. تعالي معايا هقول لك نفرزه ازاي. شايفين حضراتكم الصينيه اللي انا عملتها ديت؟ انا طبعا جبت الثوم، تمام، مسكته النهارده زي ما انتم شايفين حضراتكم. تعالوا نعمل مع بعض واحده كده اهي، اهو هقطع الحرف الابيض ده اللي هو ده، تمام. انا بمسك ده اشوف الحته ما برميهوش، اشوف الحته اللي هي الخضره اللي جوه اللي بتبقى طريه معايا ومش هرميها. همسك السكينه بتاعتي اهو، شايفين حضراتكم طري خالص اهو معايا اهو، لغايه ما اجي هنا كده عند الحته دي عمود اهي بقطعها كده، دي مش هستعملها خلاص. انا هاخد الحته ديت وهقول لحضرتك هعمل فيها ايه، زي ما قدامك كده اهو، هنا اهو. وزي ما انتم شايفين حضراتكم انا عملت كميه كده كويسه منه، شلت اللي هي العنق الخضراء كويسه، وهقول لك برده القشر ده هطلعه ازاي. تمام. عندي التوميه اهي، هقشر، هشيل الطين خالص منها، وهقشر كمان اللي هو الطبقه اللي بره اللي هي اللي مش نظيفه، اللي بره اللي عليها الاتربه والتراب والكلام ده كله اهو. شايفين حضراتكم اهو، هشيل دي كلها خالص كده اهي. بدأ يبان معايا الثوم اهو، الفصوص طبعا نضيفه من جوه، هشيل طبعا الحته اللي تحت دي خالص، ولو فيه اي حاجه بقى مش نضيفه هشيل. تمام، هشيل الفصوص الثوم ديت خلاص نضيفه اهي، مفيش فيها اي حاجه، هشيل بس الحته التخينه دي. ومش هتقشريه يا لولو؟ لا مش هقشره لان اصلا قشره طري، يتفرم عادي جدا مع حضرتك من غير ما تقشريه. طيب ديت هاجي كده وهاخد، شايفين حضراتكم الطبقه دي
الطبقه دي ما ترميهاش، الطبقه دي اللي احنا هناخدها هنحمصها في فرن البوتاجاز ونسيبها لما تنشف، وبعدين نطحنها في مطحنه الخلاط ونعملها توم باودر. واحلى توم باودر هتاخديه غير اللي انت بتشتريه اهو. وهو اللي انا عملته ده اهو. مش عايزه اطول على حضراتكم الفيديو، وطبعا نضفت كميه كبيره. ده هعمله توم باودر، وده طبعا هفرمه علشان هنعمله تتبيله للسمك وللحاجات المقليه. هرجع تاني للتوم بتاعي اهويت. نضفتها تماما، ما عادش فيها اي حاجه خالص بايظه اهي اهو. مفصصها كده الفصوص من بعضها، وبعد كده هفصص كله زي ما انتم شايفين حضراتكم. كل التوم هعمله بالطريقه دي، وهنروح على الكبه ان شاء الله نفرم كل التوم مع بعض ونرجع تاني. شايفين حضراتكم، عايزه اقول لكم على معلومه برضو. في نص التوميه بتلاقوا الحته اللي هي الجامده دي جامده قوي، ما ينفعش تعملي فيها تضربي التوم او تفرميه بالقطعه دي تكسر لك على طول الكبه. تمام، فانا لازم تتشال. قلت اقول لحضراتكم عشان بس انبهكم للموضوع ده. يلا بينا نضرب التوم في الكبه مع بعض. زي ما انتم شايفين كده يا بنات، انا فرمت حوالي كميه، بس انا مش هينفع حضرتك ان انت تسيبيه يتعرض للهواء فيأكسد معاكي ويصفر. بمجرد ما انا هعمل مرتين من الكبه او 3 مرات هقوم معبيه على طول. طب اعمل ايه يا لولو؟ بعد كده هحط لكل كيلو من الثوم 4 معالق من الملح اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الملح يا شباب هو اللي هيخلي الثوم بتاعك ما يلزقش في بعضه، خصوصا ان في ناس كتير جدا بتقول لي انا لما باجي افرزه، مره فرزته لقيته ماسك في بعضه وما عرفتش اطلعه من البرطمان. الملح هو اللي هيخلي لك الثوم بتاعك ما يمسكش في بعضه. تمام، زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. هعبي في البرطمانات اي نوع تفريز حضرتك عايزه تفرزيه، عايزه تعبيه في اكياس، عايزه تعبيه في برطمان، اي حاجه. لو انت عندك فريزر عبي في برطمان بس يكون نظيف. زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، ومتعقم وكويس جدا. شوفوا انا لسه ما كملتش الكميه، ولازم اعبي على طول علشان ما اعرضش الثوم بتاعي للهواء. وده لازم خطوه مهمه جدا، ما تنسيش الخطوه دي. لازم كل ما تعملي شويه عبيهم على طول بسرعه. هضغط طبعا الهواء كل اللي في البرطمان وهعبيه، وهرجع مع حضرتك اقول لك هنعمل ايه بعد كده. زي ما انت شايفه كده يا ست البنات، عبيت البرطمان، يعني ضغطته ضغطه، كبسته زي ما بيقولوا، تكبسي البرطمان. كبست البرطمان مفيش فيه اي هواء اطلاقا. عبيته وحطيت على وشه زيت. الناس بقى اللي بتقول لك هحط عليه خل، بحط عليه سكر، دي الطريقه اللي انا بعملها بقالي سنين، وان شاء الله مفيش حد جربها الا ما قال لي بسم الله ما شاء الله لغايه اخر معلقه توم بيفضل معاكي ابد باذن الله. هقفل البرطمان ومش هستنى اكمل، وهقوم حاطاه في الفريزر على طول. تمام، خليكي معايا. كمان حبايبي نوع تاني من التفريز اللي هو العلب. شايفين حضراتكم العلب الشفافه دي بتيجي فيها الحاجات الاغذيه من السوبر ماركت. انا طبعا بغسلها وبعقمها وبعينها. عبيت فيها هي كمان برضو، حطيت على وشه زيت واقفل على طول، مش هعرضه الهواء خالص، وعلى الفريزر اوتوماتيك على طول. في نوع كمان حاجه تانية هقولك عليها. دي طريقه تالته من التفريز يا بنات. عبيت في كيس من بتاع التلاجة اهو، شايفين حضراتكم. وهبدا بظهر السكينه كده وهحدد اهو، هعمل مكعبات اهو. شايفين حضراتكم عشان لما اجي يتفرز في الفريزر اكسر المكعب عادي جدا واخده. طيب يا لولو مش هيعمل ريحه في التلاجة معايا، انا هحطه. شايفين حضراتكم العلبه اللي تحت اللي انا بقطع عليها دي، انا هحطه في قلب العلبه دي اهي. شايفين حضراتكم، تقدري بقى تجيبي المكعب اللي انت عايزاه من الفريزر بكل سهوله، وانت مطمنه جدا ومش قلقانه ولا هيعمل معاكي اي ريحه. وهتجيبي كده الكيس زي ما انتم شايفين حضراتكم، وهتنيه كده اهو اهو. تمام تمام كده التوم معايا، وهفتح العلبه واحطه فيه واعينه في الفريزر اكياس اكياس. ودي طريقه ثالثه للتفريز. شايفين كده يا بنات؟ كده الاخضر اللي هو بتاع التوم ده كنز، اوعي ترميه اوعي ترميه. هفرم عليه طبعا قرنين من الشطه سواء احمر او اخضر، قلبت عليه ملح، وهحط عليه ربع كوبايه من الخل، وهسيبه في علبه التلاجة زي ده، وهعينه في التلاجة ولا هيجرى له حاجه معاكي. تحدقي بيه سمك، تحدقي بيه اي حاجه زي الفل ان شاء الله معاكي. وبرضه هنحط على وشه شويه زيت وتحتفظي بيه. ودي طريقه تفريز الثوم النهارده. رب تكون الفيديو بتاع النهارده يعني اداكم شويه معلومات. كل سنه وحضراتكم طيبين، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.